أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة مملكة الطيور. موضوع الحلقة هو: قبل شرائكم لأي طائر، المواصفات التي يجب أن تتوفر عليها كمربي، والمؤشرات التي يجب اعتمادها قبل التفكير أصلا في اقتنائك للطائر وعند العزم على شرائه، وكذا طريقة التعامل معه عند إحضاره للمنزل. يجب أن تتأكدوا إخواني الكرام أن قبل شرائكم للطائر بأن لديكم القدرة على تربيته ووقتا للاهتمام به، وقليلا من الخبرة والمعرفة بمتطلباته. والأهم من هذا كله، يجب أن يكون لديكم حبا كبيرا ورغبة جارفة في تربيته والخوض في غمار هذه الهواية الراقية، وذلك لما تحتاج إليه هذه الطيور من رعاية فائقة وملاحظة دائمة واهتمام كبير واطلاع واسع حول احتياجاتها ومتطلباتها المختلفة. لأنه إذا لم تكن تربطكم بالطيور المراد تربيتها أي عاطفة، لن تجدوا وقتا أصلا لرعايتها والاهتمام بها. والآن بعد أن توفر فيكم كل هذه المواصفات والشروط كمربي، فقبل شرائك للطائر يجب أن تضع في اعتبارك بعض الأمور التالية، وهي أن تقرر نوع الطائر المراد اقتناؤه أو الذي ترغب في اقتنائه من حيث فصيلته وحجمه ونوعه، بحيث أن كل طائر تختلف طريقة تربيته ورعايته عن غيره، فهذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار. ثم بعد أن تقرر شرائك أي طائر، سواء من سوق للطيور أو محل لبيع الطيور، سأقدم لكم بعض النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار والعمل بها. النقطة الأولى إخواني الكرام، وهي أن تقوموا بملاحظة شاملة سواء للقفص الذي توجد به الطيور أو لمحل البيع المراد الاقتناء من عنده الطائر. فإذا لاحظتم كثرة الأوساخ وقلة النظافة وعدم اكتراث البائع لهذه المسألة، فأنصحكم بالابتعاد عنه، لأنه من الممكن أن تظهر لكم طيور بصحة جيدة، لكن عند إحضارها للمنزل وبعد أيام قليلة احتمال مرض الطائر أو الطيور وارد جدا. لذا وجب أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، وهي ملاحظة نظافة القفص ونظافة المحل الذي يبيع الطيور. ثاني نقطة وثاني مسألة أعزائي الكرام، وهي مراقبة حركة أو تحرك الطائر في القفص. فالطائر السليم والجيد والطائر الذي يكون بصحة جيدة يكون نشيطا وكثير الحركة. يعني إذا كان الطائر ينفخ ريشه أو يتخذ شكلا كرويا مع قلة حركته في القفص، وجب الابتعاد عنه، فهذا الطائر يعاني من خطب ما فربما يكون الطائر مريض. ثالث نقطة وثالث مسألة، وهي مراقبة براز الطائر. فشكل براز الطائر يدل على مدى صحة جهازه الهضمي وعلى أنه لا يعاني من مشاكل معوية. بمعنى إذا لاحظتم أن براز الطائر برازه مائي أصفر اللون أو أخضر اللون أو أحمر، فهذا إسهال ودليل على مرض الطائر ببعض الأمراض الداخلية خصوصا على مستوى الأمعاء، فأنصحكم بالابتعاد عنها. رابع نقطة ورابع مسألة، وهي مراقبة أعين وأرجل الطائر. إذا كان إذا كان حول أعين الطائر صلع، يعني تساقط الريش أو بثور على مستوى أرجله، فابتعدوا عنه، فلربما يكون مرض الجدري، وهو مرض فتاك ومعدي وليس له علاج لحد الآن، وممكن أن ينشر العدوى بين طيوركم. إذا كانت لديكم طيور بالمنزل يمكن أن ينشر العدوى بين طيوركم، لذا وجب الابتعاد عن هذه الطيور التي تكون تعاني من هذه المسألة. خامس نقطة وخامس مسألة أعزائي الكرام، وهي أن تقوموا بمسك الطائر وقلبه على ظهره مع النفخ على مستوى بطنه. فعند مشاهدتكم لانتفاخ ببطنه، انتفاخ غير طبيعي ببطنه أو احمرارها أو ملاحظتكم لبقعة بنية أو عرق أزرق، فاعلم أن الطائر يعاني من مرض ما خصوصا على مستوى الكبد، فأنصحكم بالابتعاد عنه فهو غير لائق. سادس نقطة وسادس مسألة، وهي عدم اقتناء الطائر إذا كان في مرحلة غيار الريش. هذا الأمر متفق عليه، هو عدم اقتناء الطائر إذا كان في مرحلة غيار الريش، لأن الطائر يكون متبع عند المربي الأول نظام معين، فيعني عند تغير الأجواء وتغير يعني تغير الأجواء عند إحضاره لمنزل آخر يكون الطائر متوترا كثيرا. لذا أنصحكم بعدم اقتناء الطيور التي تكون في مرحلة القلش أو تغيير الريش. سابع نقطة وسابع مسألة، وهي توجيه بعض الأسئلة للبائع عن النظام الغذائي المتبع أو الذي يتبعه لطيوره، والبرنامج المتبع بخصوص مسألة الإضاءة، وكذلك مسألة درجة الحرارة. لأنه أعزائي الكرام عند إحضاركم الطائر للمنزل، أي تغيير مفاجئ في النظام الغذائي للطائر أو في ساعات الإضاءة المتبعة أو درجة الحرارة ممكن أن يعرض الطائر لبعض المشاكل الصحية.
والآن بعد إحضاركم للطائر للمنزل يجب عزله عن باقي الطيور إذا كانت لديكم طيور أخرى بالمنزل. مدة العزل تدوم لمدة 3 إلى 4 أيام حتى تتأكدوا من صحة الطائر وسلامته. ثم بعد ذلك إذا كان الجو ملائم تقوم بتقديم وعاء للاستحمام للطائر مع وضع بعض قطرات الخل في المياه أو في مياه الاستحمام. ومن المفضل كذلك معالجة الطائر ببعض الأدوية للتخلص من الفاش كالإيفيرمكتين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة أو إلى نهاية حلقة اليوم. كانت هذه بعض النصائح الجيدة التي يجب العمل بها واتباعها. أتمنى أن تنال إعجابكم. ألف تحية لجميع متتبعي القناة. تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.